السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة طبعا دي الأرنبة طيوبة، تاني يوم للولادة. طبعا هي والدة امبارح بالليل، فالنهاردة جايبة لها الحقن اللي هتاخدها، وهنتابعه بقى مع ولادها ان شاء الله يوم بيوم مع بعض، وهعرفكم الحقن اللي هتاخدها النهاردة ايه والحقن اللي هتاخدها بكرة. النهاردة هتاخد مضاد حيوي، وهتاخد جرب، وهتاخد تنظيف. ده تنظيف للرحم عشان يعني لو في دم ولا حاجة يبقى ايه ينضف لها. الجرب هتاخده تحت الجلد، والمضاد الحيوي في العضل، والتنظيف في العضل. وان شاء الله في بكرة حقن تانية برضه بصورها لكم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. دي المضاد الحيوي عضل. بسم الله الرحمن الرحيم. عضل كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بالشفا ان شاء الله. كده خدت ايه المضاد الحيوي ده، التنظيف برضو ايه عضل. بسم الله الرحمن الرحيم. هديها في الجنب التاني عشان ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. دي بقى الجرب تحت الجلد. بسم الله الرحمن الرحيم. لو لاحظتوا ان السن بتاع العضل، شايفين السن صغير ازاي؟ ده للعضل. السن بتاع تحت الجلد كبير. طلع الهواء من الحقنة. بسم الله الرحمن الرحيم. اتأكد ان هي تحت الجلد مش في اللحم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بعمل لها كده عشان ما تكلكعش، عشان ما فيش حقنه تكلكع. طيوبه بقت طيوبه الحمد لله. كنت بخاف منها خالص، كنتش بعرف امد ايدي عندها، حتى كنت اجي امد ايدي عشان امسكها ما بعرفش امسكها. كانت بتقعد تصوت على طول، ما بعرفش امسكها خالص. دلوقتي الحمد لله اهي فعلا بقت طيبه. تعالي تعالي تعالي. دلوقتي احنا بقى ايه هنشوفوا ولادها، الخلفه بتاعتها، نطمنوا عليهم، ونشوفوا ايه لو في حاجه مثلا ماتت ولا فيها حاجه حصلت نعرفها. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا مش هنعشروها النهارده، هنسيبوها شويه. لا لا بالراحه بالراحه. طبعا هحطها ايه عشان اعرف ادخل لعيالها، بس ايه هحط لها برسيم تاكل فيه. البرسيم طبعا عشان يكتر اللبن، حلو يعني خضره حلوه ليها عشان تكتر اللبن.
اهي بصي بدأت تاكل في البرسيم اول ما حطيته. نروحوا بقى نشوفوا عيالها وعلى تحت كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هنشوفوا عيالها اهو. عايزه بسم الله الرحمن الرحيم اهو. هنشوفوا الولاد. ادي الولده، ادي 1 ادي 2 3 4 5. ده هيبقى صغير عليهم، اجيبهم هنا. كده 5 ادي 6 7. ده شكله مش واضح. 8 ده واضح. 9 10 11. طبعا في ايه اللي غادع وفي ايه اللي مش غادع. فاحنا دلوقتي هنعمله حاجه نخلوهم ايه اللي مش غادعين يرضعوا. هنقي منهم اللي هو شكله مش غادع كويس واحطه وادخل الام عليه عشان خاطر ترضعه. ده شكله مش غادع كويس اهو. واخلي اللي غادعين معايا فوق كده لحد هي ما ترضع اللي هم مش غادعين. 2 عشان طبعا عايزه احافظ عليهم. يعني اللي شكله واخد لبن هسيبه شويه. ده بسم الله الرحمن الرحيم. ده 3 ده برضه صغير. 4 ده مليء واضح. ده برضه واضح وده واضح وده واضح. نشوف الاثنين اللي فاضلين واضحين بس هحط ده بس عشان شكله الا برضه. واخلي دول معايا لما هي تدخل ترضع دول اطلعها تاني احطهم تاني. هدخلها عليهم. ثواني كده انا بدخلها عشان ترضع اهو. هقفل عليها يعني هحبسها عليهم عشان ترضعهم. واحط حاجه من فوق برضه عشان هي ترضع اللي معاها، تهدى وترضع اللي معاها. لسه ما وقفتش عليهم. اهي دخلت ترضعهم.
هما يمسكوا فيها وهي بتمشي تسيبها. طبعا هي تاخد وقت شوية على ما تبدأ ترضع، عشان هي مش واخدة على انها تتحبس كده، بس انا حاساها عشان العدد اللي معاها، فمش نافع تتساب كده لوحدها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هي مش راضية تهدى عليهم ولا راضية ترضعهم، فانا هاخدهم واخدها هي كمان وارضعها. ممكن تكون عشان بس واخدة الحق. تعرفي تجيبي لي الخلفة؟ طب تعالي امسكي الأرنبة. بسم الله الرحمن الرحيم. هرضعهم انا، بس ايه هوريكم طبعا هرضعهم ازاي. لسه في واحد هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. نجيب الحلمة بتاعتها واجيب واحد واحد كده وارضعها. بسم الله الرحمن الرحيم. ده اهو مش راضع اهو، بدأ يرضع اهو. قربي يا ستي، بيرضع، مسك فيها وبيرضع اهو، شايفه؟ قربي خالص عند بقه هنا. خليك قريب. طبعا الحاجات دي كلها طبعا تعب ليا انا، بس انا عايزه احافظ على الخلفه بتاعتها، مش عايزه حاجه تموت منها. هي ما شاء الله ارنبه حجمها كويس وكويسه، فانا عايزه احافظ على الخلفه بتاعتها. فاتعب بقى اول يومين بس ولا حاجه، وهم بعد كده هم هيرضعوا لوحدهم. عشان انا المره اللي فاتت لما هي ولدت انا ما عملتش كده،
فالخلفة بتاعتها مات معظمها، فضليش منها الا 3 بس. هاتي وش الأمانة بقى. هو نزل مسك حلمة تانية، وانا هجيب واحد تاني عشان احطه يرضع برضه عشان الوقت. جعانين جعانين جامد، بس اول ما حطيته مسك وقعد يرضع ازاي. اهو بيرضع على برضه. اهو انا ماسكاها لهم اهو برضعهم، عشان هي مش راضيه تقف عليهم ترضعهم. فهو الموضوع ده بينفع بقى بعد كده هما بيرضعوا لوحدهم، هي بتقف عليه. ممكن تكون هي تعبانه ولا حاجه، فانا لسه هاخدها للدكتور اشوفها. عشان حصل معايا قبل كده في أرنبة تانية، كانت والدة واكتشفت انها ما بترضعش عيالها. بعد ما مات بقى نصهم، بقيت انا امسكها كده وارضعهم لحد ما الحمد لله بقوا حلوين. فان شاء الله اعمل مع دي كده من اول يوم عشان ما اسيبهاش لحد ما يموتوا مني. انا برضع فيهم لسه اهو. متنسونيش بقى في اللايك والسبسكرايب والشير. وطبعا هسيبكم بقى دلوقتي وانا هفضل ارضع فيهم عشان هياخدوا وقت معايا، مش هينفع افضل معاكم على في الفيديو كده. ودمتم سالمين ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.